السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه النوتيلا. كيكه سهله وبسيطه وكمان من غير بيض، للناس اللي ما بتحبش البيض. والكيكه هتطلع طعمها حلو جدا وهشه. وكمان الطبقات بتاعتها، طبقه الكريم شانتيه، طبقه النوتيلا، بجد حلوه جدا. بتمنى ان انتوا تجربوها، وبتمنى ان هي ان شاء الله تعجبكم. ولو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، انا اسمي نسمه ودي قناتي. بتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا لي زر التنبيه عشان يوصل لكم اشعار مني قبل اي حد. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه المقادير بتاعتنا. معايا هنا ربع كوبايه من الكاكاو الخام، ومعانا كمان نص كوبايه من السكر، ومعانا كمان، والسكر يكون ناعم، ومعانا كمان نص كوبايه من الزبادي، ومعانا تلت كوبايه من الزيت، ممكن سمنه او زبده او كله مع بعضه براحتكم. ومعانا كمان هنا نص كوبايه من اللبن، ومعايا معلقه ونص صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الكربونات، ورشه من الملح. وكمان معانا كوبايه من الدقيق، ويكون منخول، دقيق متعدد الاستخدامات عادي. اول حاجه هنضيف نص كوبايه من الزبادي، وهنحط عليها نص كوبايه من السكر الناعم. السكر مش بودر، هو سكر ناعم. وهنحط كمان الزيت، ممكن تستبدلوه بزبده او سمنه، او زيت وسمنه، او زيت وزبده، براحتكم خالص. هنقلب بالخليط بتاعنا كويس جدا لغايه اما ينعم كده ويبقى شكل الكريمه، والسكر بتاعنا يدوب. بصوا الخليط بتاعنا بقى ناعم خالص اهو. والسكر بتاعنا داب، بصوا اهو. كده خلاص الخليط بتاعنا بقى حلو جدا. هنجيب بقى الدقيق. اول حاجة هنجيب الدقيق، وهنحط عليه البيكنج باودر، والبيكنج صودا اللي هي الكربونات اللي هي بتاعه الطعمية، وكمان رشة الملح. وهنحط كمان ربع كوباية من الدقيق الخام، وتكون من الكاكاو الخام، اسفة، كاكاو الخام. وهنقلبهم كويس مع بعض، ويفضل ان احنا ننخلهم كمان مع بعض عشان التكتلات اللي في الكاكاو. انا كنت نخلاهم، فانا هنا قلبتهم كلهم مع بعض، بيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو والدقيق ورشة الملح. وبعدين هنزل عليهم على الخليط بتاعنا بقى، وهنقلبهم كلهم كويس مع بعض. هبتدي اقلبهم كده كويس مع بعض. الخليط بتاعنا هيكون تقيل، احنا بس هنلم كل المكونات في بعض، وبعد كده هنحط له اللبن، فهيبقى زي خليط الكيك عادي اهو. هنلم كل بس المكونات كده الاول. الخليط بتاعنا تقيل جدا اهو. هنبتدي بقى ننزل عليه باللبن. لميت كله مع بعض اهو. هبتدي انزل بالنص كوبايه من اللبن، وممكن نحتاج كوبايه معلقه كمان او معلقتين كبار من اللبن. هنشوف بس الخليط بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. لو احتاجنا هنحط لبن. هنقلبه كده كويس وننزل باللبن شويه شويه، لان الدقيق، نوع الدقيق بيختلف عن اي نوع تاني، يعني كل دقيق بيختلف عن النوع التاني. هنقلبه كويس كده مع بعض. احنا عايزينه يبقى زي الخليط الكيك العادي، لا ماسك قوي ولا سايب قوي اهو. بصوا، لا لسه شويه، هنحط كمان شويه لبن، لسه برضو هنا تقيل. لا لسه تقيل، هنحط كمان شويه لبن.
وهنقلبه كده كويس مع بعض لغايه ما يدينا القوام المناسب. بصوا اهو، قلبيه كويس وقلبي من تحت كده لفوق عشان تلم كل الخليط. بصوا ده شكل الخليط بتاعنا المناسب اهو، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنجيب قالب بقى، ده قالب بايركس. هنحط هنغلفه بالزبده او بالزيت او بالسمنه براحتكم خالص. وهننزل الخليط بتاعنا فيه، ونكون مسخنين الفرن بتاعنا من قبلها على درجة حرارة 170. لازم الفرن بتاعنا يكون سخن قبلها. هنخبط كده بالراحه على القالب بقى عشان ما يتكسرش معانا، فهنخبط بالراحه كده لغايه ما يطلع منه فقاعات الهواء اللي انتوا شايفينها دي. هندخله فرن يكون سخن مسبقا على درجه حراره 170. قعد معايا في الفرن هنا من 15 ل 20 دقيقه. كل شويه نتابعها، ما تخافوش مش هت بصوا هنا خلاص انا طلعتها من الفرن. بصوا انا اختبرتها بخله كده اهي، الخله طلعت نظيفه، فكده خلاص الكيكه بتاعتنا ممتازه وحلوه جدا. وكل شويه تراقبوها هي في الفرن مش هتهبط مننا ولا حاجه، ما تقلقوش اهو. انا قعدتها في الفرن من 15 خدت معايا بالظبط 20 دقيقه. فانتوا تابعوها في الفرن، لان كل فرن بيختلف درجه الحراره عن الفرن التاني. هنا بقى معايا الكريم شانتيه. انا معايا هنا كوبايه من الكريم شانتيه، حطيت عليها ربع كوبايه من السكر البودر. الميه بقى تكون ميه متلج ساقعه فيها تلج او لبن، بس انا بفضل اعمله بالميه. الميه ملهاش معيار، يعني انا هنزل شويه بشويه وهشوف لو احتاج، وننزل شويه صغيرين بشويه صغيرين عشان ما يتبهدلش مننا. لو احتاج هنزود تاني. المفروض هنا كنت اقلبه الاول اهو من غير ما اشغل المضرب، فانا رحت مقلباه بعد كده من غير ما اشغل المضرب اهو. شغلت المضرب بقى، نزلت بالميه شويه بشويه، وكل ما يحتاج هزود ميه تاني. وهبتدي اضربه. انا هسيب الكيكه بتاعتنا تبرد لغايه ما اعمل الكريم شانتيه. ممكن برضو تعملوا لها طبقات مهلبيه، طبقه مهلبيه بتبقى حلوه جدا. بس انا ولادي ما حبوهاش بطبقه المهلبيه، فعملت عليها الكريم شانتيه على طول. او كمان عشان تبقى اقتصاديه انا هنا بزود الميه اهو كمان تاني، لان الكريم شانتيه بتاعي محتاج شويه من الميه. هضربه كويس جدا لغايه ما اخد القوام المظبوط اللي انا عايزاه. بصوا هنا تقيل برضو، زودت شويه من الميه. هبتدي اضربه بقى. الكيكه دي هتعجب الناس اللي ما بتحبش البيض في الكيك. كده خلاص الكريم شانتيه بتاعي بقى مظبوط. خلاص كده اهو، خلاص كده ده القوام اللي انا عايزاه. هبتدي تكون الكيكه بتاعتنا بقت بارده. سبتها لما هديت خالص من الحراره بتاعتها يعني. هبتدي احط بقى عليها طبقه من الكريم شانتيه، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نساوي الكريم شانتيه على طبقه الكيكه. شوفوا الكيكه بتاعتنا هشه وحلوه ازاي ومن غير بيض. جربوها بجد حلوه جدا. بتمنى لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا وما حطيتوليش لايك، بتمنى تحطوا لي لايك. بتمنى ان انتوا لو ما اشتركتوش معايا تشتركوا معايا في القناه. هنا بقى انا هساوي الكريم شانتيه بتاعنا. يكون جنبك كوبايه فيها ميه او حاجه ميه دافيه عشان الاسباتولا بتاعتنا نمسح فيها يعني الكريمه. ونحاول نظبط الكريم شانتيه كده على الكيكه على قد ما نقدر، نحاول نسويها. بصوا انا هنا بسويها اهو
ميه تكون سخنه جنبنا، عشان ايه نمسح فيها الاسباتولا بتاعتنا، او تحت الحنفيه، عشان بس ايه نعرف نظبط الكريمه بتاعتنا. هنا انا بسوي الكريمه بتاعتي اهي، هسويها كده بقى على الكيكه على قد ما اقدر. انا هنا بمسح الاسباتولا بتاعتي اهي. انا بسوي هنا في الكيكه اهي، انا بسوي في الكيكه. هنبتدي نظبطها كده، ما يبقاش في حاجه عاليه وحاجه آه من جنب، يعني عاليه من جنب وجنب التاني لا. فهنبتدي نظبطها، انا ظبطتها على قد ما اقدر هنا اهي. شوفوا طبقه الكريم شانتيه، طبقه شكلها حلو جدا على الكيكه. هنسيبها في التلاجة بقى لغايه اما الكريم شانتيه يتماسك على الكيكه. ونجهز طبقه الجناش التالتة اهي. شوفوا شكلها حلو جدا. هحطها في التلاجة بقى عما نظبط طبقة الجناش التالتة. ممكن تستخدموا نوتيلا، ممكن تستخدموا شوكولاتة خام وتسيحوها. هنا دي شوكولاتة قابلة للدهن. انا جبتها هنا كانت في التلاجة عندي يعني. فقلت استفيد منها. فطلعتها وهسخنها كده على نار هادية جدا لغاية بس ما تفك معايا، عشان اقدر احطها على الكيكة بتاعتنا. هنا انا حطيتها على نار هادية جدا اهي. هسيبها لغايه اما تسيح معانا، عشان اقدر احطها على الكيكه بتاعتنا. بصوا هنا اهي، ده شكلها. النار تكون هاديه جدا يا جماعه، عشان ما تتحرقش مننا، وكمان عشان ما تقفش كده ببعضها. فهنا دي الشوكولاته بتاعتنا. عندك شوكولاته خام، شوكولاته مطبخ خام وتسيحيها حلوه جدا. بصوا عندك نوتيلا حلوه، انا ما كانش عندي نوتيلا في اليوم ده. فكان عندي شوكولاته قابله للدهن فحطيتها. بصوا المتوفر عندك حطيه، ما تقفيش على اي حاجه يعني. او لو عندك جناش اقتصادي ممكن تحطيه. الموجود عندك ممكن تزيني بيه الطبقه الثالثه وهيطلع حلو جدا. انا هبدا هنا انزل بالشوكولاته بتاعتنا، وبالراحه يا جماعه. ولازم الشوكولاته بعد ما تكون تسيبيها شويه لغايه ما تبقى دافيه، يعني ما تبقاش سخنه وتنزلي بيها على الكريمه، لانها هتسيح الكريمه معاكي. لان انا هنا عملتها وهي سخنه فسيحت الكريمه معايا. فيستحسن ان انت تسيبيها تكون دافيه، لان هنا لو هتلاحظوا دلوقتي انا استعجلت وحطيتها وهي سخنه. فبدات تسيح معايا الكريم شانتيه. فيستحسن انت تسيبيها لغايه ما تبقى دافيه، وبعدين تبداي تزيني بيها الكريمه بتاعتنا، الكيكه بتاعتنا. هبتدي انزل بكل الكريمه الشوكولاته بتاعتنا، وهنبتدي نسويها كده على قد ما نقدر. بصوا اهي، لو تلاحظوا اهي خدت من الكريمه. فانا هبتدي بقى اظبطها كده على قد ما اقدر. اهي ظبطت الشوكولاته بتاعتنا على الكيكه. وزي ما قلت لكم يا حبايبي، لازم تسيبوها تبقى نار يعني هاديه، مش سخنه، تبقى دافيه، بس عشان الكريمه بتاعتنا ما تسحش معاها. هبتدي ازينها بقى. ممكن تزينوها بشوكولاته فرماسيه، شوكولاته شيبس، اي حاجه، شوكولاته مطبخ وتبشروها. بصوا الموجود عندكم اي قطع شوكولاته زي دي كده ممكن تعملوها. فانا هنا زينتها بقطع الشوكولاته دي اهي. وبعدين بعد ما تزينوها بقى بالطريقه اللي تعجبكم، هتسيبوها في التلاجة لغايه اما تبرد، ساعه او ساعتين. هبتدي بقى كمان اقطعها بقى واوريها لكم، اوريكم شكلها يعني.
بجد طعمها كان حلو جدا. بجد جربوها وما تقعوش في الغلطه اللي انا غلطتها ان انا حطيت الشوكولاته بتاعتي سخنه. لا، خلوها لما تبقى دافيه وبعدين حطوها على الكريمه عشان ما تعملش زي ما عملت معايا. بصوا بقى، انا هنا قطعت هبدا اقطع الكيكه بتاعتنا. يستحسن برضو لما تيجوا تقطعوا الكيكه بين كل مره تقطعوا منها تمسحوا السكينه بتاعتكم عشان ما تبهدلش باقي الكيكه اهو. همسحها كده. بصوا مسحتها هنا كده. وبعدين هقطع باقي الكيكه، كل مره تقطعوا تمسحوا السكينه بتاعتكم. انا قطعت الكيكه بتاعتنا اهي. طعمها كان حلو جدا. تعالوا بقى اما اوريكم شكل الكيكه بتاعتنا. بصوا هنطلع قطعه كده ونشوف شكلها عامل ازاي. اهي بصوا شكل الكيكه بتاعتنا حلو جدا. شوفوا الطبقات، الكيكه كريم شانتيه، كيكه طبقه الجناش اللي فوق النوتيلا. بجد حلوه جدا. بتمنى ان انتوا تجربوها، بتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. ودي انا عملتها مخصوص للناس اللي ما بتحبش الكيك اللي فيه بيض. فبتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو انتوا لسه ما حطيتوليش لايك بتمنى تحطولي لايك. وتكتبولي في التعليقات بتاعتكم جربتوها ولا لا وعجبتكم ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.